من النادي الافريقي الى الدوري الفرنسي. برشا ناس يعرفوا علي العبدي اليوم مع نيس، اما قليل اللي يعرف رحلته كامله. هذاك علاش انا اليوم باش نحكي لكم حكايته كامله. علي العبدي بدا مسيرته مع سكاك الحديد الصفاقسي ومن بعدها مع شبيبة القيروان، وين في سنة 2012 الترجي الرياضي التونسي قرر انتدابه، اما المنافسة كانت كبيرة، الشيء اللي خلاه يخرج إعارة للملعب التونسي باش ياخذ اكثر وقت خبرة، لكن الامور ما مشاتش كما كان يحب، وين قرر يفتح صفحة جديدة. نحكيو في صيف 2016 علي العبدي صحح مع النادي الافريقي، ولهنا تبدلت تحيته الكل مع فريق الاحمر والابيض، ولا واحد من افضل الاظهرة في البطولة. 3 مواسم كاملة مع النادي الافريقي قدم فيها مستويات كبيرة وخلى برشا أندية أوروبية تراقبه، ومن في سنة 2019 شد الرحال لفرنسا مع باريس اف سي. البداية ما كانتش سهلة، أما ما سلمش وخدم على روحه، طور موسم بعد موسم، ومن بعد لعب مع نادي كان قدم مستويات ممتازة خلته يلفت أنظار أندية الليغ 1. في 2024 جت اللحظة اللي كان يستنى فيها، نادي نيس الفرنسي واحد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية يعلن التعاقد مع علي العبدي، ومن أول موسم ليه فرض روحه مع الفريق، سجل أهداف وقدم تمريرات حاسمة، وبالتوازي مع النجاح في نيس ولا عنصر أساسي مع المنتخب التونسي، شارك في تصفيات كأس العالم وكأس أفريقيا، وأصبح من أهم اللاعبين في تشكيلة نسور قرطاج. من سكاك الحديد الصفاقسي إلى شبيبة القيروان، فالترجي ثم النادي الإفريقي، ومن بعدها نيس الفرنسي. رحلة لاعب آمن بروحه وصبر وخدم حتى وصل للقمة.